لا تخلو ولن تخلو من المشاكل. الحياة صعبة، الدنيا صعبة، هذا الإنسان عنده مشاكل مادية، ده عنده مشاكل نفسية، ده عنده مشاكل اجتماعية، ده عنده مشاكل مالية، ده عنده مشاكل أسرية، ده الناس كلها مبتلاة وإن كنا لمبتلين. الدنيا كلها ابتلاءات. طب أنا عايز الدنيا تختلف. ينفع إن أنا أخلي الدنيا تختلف؟ ينفع إن أنا أعمل حاجة تغيير درامي في حياتي بحيث إن مساحة الابتلاء والمشاكل تقل؟ إخواني في الله، الحياة لن تخلو من المشاكل، ولو خلت حياة إنسان من المشاكل لخلت حياة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عبد الله بن أبي بن سلول يقف في وش النبي، يموت ابن سلول، يطلع مسيلمة الكذاب، يطلع الأسود العنسي النبي عليه الصلاة والسلام، يطلع يهود بنو قينقاع ويواجهوا النبي، يذهبوا من طريق النبي، يطلع يهود بنو النضير، يذهب يهود بنو النضير، يطلع يهود بنو قريظة، يذهب يهود بنو قريظة، يطلع يهود خيبر. حياة لا تخلو. هي دي الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسيته مليانة سكينة في التعامل مع الدنيا. ليه؟ لأن هي دي الدنيا.